فيلم الزوجة العذراء فيلم إيطالي أنتج عام 1975 من بطولة الجميلة أدوج فينش، وبيعتبر من أجمل وأروع الأفلام يلي ممكن إنه تشاهدوها. وبتدور أحداث الفيلم عن الزوجين فالنتيا وجوفينينو، ويلي بيكونوا عرسان جداد، وبيكون في مشكلة بالعريس وهي إنه ما بيعرف. أكيد فهمتوا قصدي. وبيكونوا عايشين ببيت عمه فيدريكو، وبيكون العم نسونج مخضرم، وبتكون فالنتينيا عندها وهالام طول الوقت بتطلب من بنتها انه تتطلق. وخلونا نبدأ الفيلم من اوله، حيث بنشوف جوفينينو وفالنتينيا راجعين من السفر، وبتكون باستقبالهم ام فالنتينيا لوسيا، وبيتأخر العم عن استقبالهم كونه بيكون مشغول بعلاقاته النسائية يلي ما بتخلص. وبيروحوا على البيت وبيجتمع الكل، وبنشوف العرسان بغرفتهم وعم يجربوا انه يمارسوا الواجب الزوجي، بس ما بينجح جوفينينو بإنجاز مهمته. وبيحاولوا مرة واثنين وعشرة وما بيزبط الموضوع. وبتخبر فالنتينيا امها، والام بدورها بتخبر العم، ويلي بيطلب من بنت بتشتغل عنده مساعدته. وفعلا بنشوف البنت اتدخلت وكان الوضع تمام، وبيروح لعند مرته بس بتفشل العملية بامتياز. وبتدور احداث كتيرة من محاولات بعض الاشخاص التقرب من فالنتينيا، وحتى العم حاول التقرب بس كانت بترفضهم. وبيجي لعندهم ضيوف من ألمانيا، وهون بيزيد الوضع سوء، وبتحصل الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة. وبعدها بتدور خناقة بين فالنتينيا وجوفينينو، وبتطلع زعلانة فالنتينيا وبتلحقها امها وجوفينينو بس ما بيلاقوها، وبيتعطل فيهم المركب والدنيا بتشتي. وبيلاقي فالنتينيا شاب وبياخدها معه على مخيمهم، وجوفينينو والام بيلتجوا لكوخ صيد قديم، وكونه الثياب صارت مي والدنيا عم بتشتي بيضطروا انه يشلحوهم طبيعي. وبيحصل يلي ما كان على البال بين جوفينينو وحماته وبين فالنتينيا والشاب يلي لاقاها. وبيطلع العريس انه كان بيعاني من عقدة وانحلت على ايد الحما، وبالنهاية بينتقلوا للعيش عند الحماية. وبنشوف العرسان والعم والحما كلهم مع بعض، وبيخلص فيلمنا هون ودمتم سالمين.